السلام عليكم. طبعا انتم ما شفتم نهاية او نتيجة الدايت اللي انا سويته في 90 يوم او رحلة 90 يوم، فلذلك اليوم انا جايب لكم ملخص شهر ديسمبر، او عشان نكون بشكل ادق ملخص اخر 3 ايام في الدايت اللي هي اخر 3 ايام في ديسمبر. السلام عليكم خطر شبابكم طيبين. زياد 9/6. هذه آخر وجبة لي، دجاج وفول سوداني وسلطة. بتكي 3 أيام ما باكل أي شيء، موية بس. صيام 3 أيام متواصلة بس موية. أتوقع إنه بيفيد جسمي، ما أدري نشوف. السلام عليكم شبابكم. زياد 9/6 رجعت لثاني مرة. خوي علاوي أندر جراوند، درجة الحرارة 5 زي آخر مرة تعالج. خمسة هني وبرا درجة الحرارة 10، فالله لازم يبيلها قوة شوي. بسم الله. السلام عليكم. اليوم الثاني. أدري إني قاعد أصور في الظلمة، لكن باليالله أقدر أتحرك. مو باليالله أقدر أتحرك، لأني توني حارق 800 سعرة بدون ما أكل شيء. هذا اليوم الثاني. في نشاط، لأن الأنسولين عندك ما يرتفع بسبب الهضم، والحمد لله. It's good. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثالث من اني ما اكل اي شيء بس اشرب موية. صيام، يعني صيام موية بس، صيام مياه، يسموه واتر فاست بالانجليزي. اليوم الاول كانت اموري طيبة. اليوم الثاني سويت شيء غبي مجنون شوية، ما ادري ليه، كان بخاطري سويته، مع انه غلط، ما راح اسويه مرة ثانية ولا انصح اي احد يسويه. اللي هو حرقت 769 سعرة كذا. هذا الرقم جاء بالضبط في بالي، أنا أبغى الرقم هذا أحرقه في زي اللي مرة واحدة في 50 دقيقة. كان متعب، لكن الحمد لله سويت له تشيك. اليوم الثالث الصباح، يوم قمت في دوخة، في تعب، في أنفاس كذا، تلتقط أنفاس. عرفت كيف؟ عشان مناعة وما مناعة. سويت شيء أغبى من أمس، ورحت سويت آيس باث اللي هو حمام ثلجي. يوم جيت في حمام الثلج يعني باليال كنت أتنفس، باليال كنت ألتقط أنفاسي، وكنت أرجف، مع أني كنت ثابت وهادي، بس جسمي لا تلقائيا قاعد يرجف. أتوقع نقص مناعة لأني ما أكلت شيء، لكن إن شاء الله أموري طيبة، خلاص ما عاد بقى شيء. 3 أيام ما أكلت أي شيء. المفروض إني ما أسوي الكارديو اللي سويته، ولا أسوي الأشياء اللي سويتها، بحكم إني قاعد يعني ما أكل أي شيء في اليوم. خلاص المفروض إني أرتاح، بس هذا الشيء صحيح، لكن الحمد لله أتوقع إن النتائج بتكون كويسة. أتوقع إني سويت شيء كويس. وهنا شوف الوزن اللي وصلت له، ما كان 78 ولكن كان 79 كيلو جرام. هلا أشوف نفس القوت حتى وأنا ما وصلت للهدف حقي. إيه ليه؟ لأني كملت حتى وأنا مصاب.
يا وووو. Let's go. شيء يدرس، لا تستسلم. هذا ملخص